الوليدات اللي معايا في القناه ديال آية السوسيه، كنقول لكم مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم وصفه جديده عباره على زميطه ولا سلوك ولا واحد وشنو تيقول ليه في المنطقه ديالو. غادي نوريكم المقادير اللي كندير فيه والطريقه ديال الوالده، الله يخليها لينا والله يخلي لكم الامهات ديالكم كاملين. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا شنو درت فيه. عندنا نص كيلو ديال السكر الثقيل، ما غاديش نديروه كله، المهم على حساب الذوق. عندنا كيلو ونص ديال الكاوكاو منقي ومحمر في الفران، ونقيت وخليت فيه شويه ديال هذا ما منقيش. وعندنا كيلو ديال الزنجلان حتى هو محمر، وعندنا نص كيلو ديال اللوز منقي وقليناه في الزيت. عندنا شويه ديال القرفه، المهم على حساب الذوق شحال غادي ندير في الاخر. تبعوا معايا الفيديو. وعندنا النافع وحبه حلاوه ربعه. وعندنا كيلو ونص ديال الدقيق محمر ديال الطحين محمر ومغربل. هنايا عندي الزيت اللي حمرنا فيها، هذا اللي حمرت فيها اللوز. عندي الزيت اللي حمرت فيها اللوز وزدت فيها نص كيلو ديال الزبده ذوبتها هنايا هي باش غادي نخلط. وهنايا عندي قبيصه ديال الملحه. يلا من بعد ما طحنت كلشي شديت الدقيق ديالي درتو في هذه القصريه هذه، طحنت الزنجلان ها نتوما كما كتشوفوا، وطحنت الكاوكاو غير هرمشتو. كلشي غير مهرمش، هذا اللوز حتى هو غير مهرمش، ولحت واحد شويه هنايا صحيح ها هو. وهذه القرفه درتها كامله، والنافع وحبه حلاوه حتى هما طحنتهم وغربلتهم. البنات راه زدنا واحد نص كاس كبير كما شفتوا ديال زيت العود، والكوزه والمسكه الحره ما درناهاش حيت على حساب الذوق ديال كل واحد. لا بغيتوها نتوما زيدوها في الزميطه ديالكم. المهم الوالده هي اللي كتعجن الزميطه، ضروري البنه ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الزميطه ديالنا البنات. هذا هو القياس اللي خرجوا لنا هذوك المقادير اللي شفتوا في الفيديو، وزينتها بهذه الطريقه هذه البسيطه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتعملوا الاشتراك وديروا التعاليق ديالكم، راه كيهموني بزاف وكنقراهم كاملين. وبارطاجيو بزاف البنات باش الفيديو يوصل لكاع الناس ان شاء الله. وبسلامه عليكم.